لكن في سلالات تانية برضو موجودة في مصر الناس محتاجة ان هي تعرفها، والسلالات دي انتشرت في الفترة الأخيرة زي العساف وزي الأسيمي. طبعا عملنا فيديوهات قبل كده على الخروف العساف، وده كلامنا عن الخروف الأسيمي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي متابعي قناة النجاح، قناة أخوكم محمد المصري، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. زي ما قلنا قبل كده في أكتر من فيديو إن أشهر أنواع الأغنام في مصر البلدي والبرقي والرحماني، لكن في سلالات تانية برضو موجودة في مصر الناس محتاجة إن هي تعرفها، والسلالات دي انتشرت في الفترة الأخيرة زي العساف وزي الأسيمي. طبعا عملنا فيديوهات قبل كده على الخروف العساف، وده كلامنا عن الخروف الأسيمي. الأغنام الأسيمي نشأت في منطقة في الصعيد، في شمال الصعيد تحديدا، اسمها أسيم، واتسمت بالأسيمي نسبة للمكان اللي هي نشأت فيه. زي ما قلنا قبل كده واحنا بنتكلم عن الخروف الرحماني، وقلنا ان هو اساسا من سوريا، ولما نزل مصر استقر في مركز الرحمانية في البحيرة، واتلقب او اتسمى باسم الخروف الرحماني نسبة للبلد اللي هو نزل ليها او استقر او انتشر منها. فالاغنام الأسيمي نشأت في منطقة أسيم، ودي منطقة في شمال الصعيد، وعشان كده هي منتشرة أكتر، السلالة دي منتشرة أكتر في الصعيد والجنوب. خروف الأسيمي له مواصفات خاصة بيه من ناحية الشكل، ففي الغالب لونه بيكون أبيض، ولون الرأس بني زي ما أنت شايف قدامك كده في الصورة اللي بتتعرض قدام حضرتك. لونه إيه؟ زي ما أنت شايف أبيض، ولون الرأس بني، وكمان بتكون بني كاتم، وأحيانا بيكون لونها أسود، واحيانا بيمتد لون الراس زي ما انت شايف بطول الرقبه. الغنم الأسيمي رقبته قصيره، لاحظ كده في الصوره، رقبته قصيره وجسمه طويل، وليته في شكل الليه بيضاويه او مستديره، ووزنها قد يصل ل 4% من وزن الحيوان الحي. الذكور في الغنم الأسيمي لها قرون، اما النعاج فملهاش قرون. ووزن الكبش في الغنم الأسيمي، الكبش اللي هو تام النضوج، يصل إلى من 60 ل 65 كيلو، ووزن النعجة التامة النضوج يصل إلى من 45 ل 50 كيلو جرام. الغنم الأسيمي صوفه خشن، ونسبة الخصوبة في الأسيمي عالية جدا تصل ل 95%، ونسبة الولادة في التوائم تصل إلى 14%، يعني بيولد واحد على طول. معدل الزيادة في الوزن بالنسبة للمواليد من يوم الولادة إلى الفطام بيبقى في رينج من 115 جرام يوميا ل 137 جرام يوميا. اما بعد الفطام بالنسبه للناس اللي هي هتدخل غنم أسيمي تسمين، فمعدل الزياده في اليوم بعد الفطام بيبقى ما بين رينج 60 الى 80 جرام، وده بيبقى راجع لطريقتك انت في التغذيه وفي التسمين. يعني دي بعض المعلومات اللي بيحتاجها اللي هو عايز يدخل الغنم الأسيمي. وبكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو. نشوفكم على خير، وما تنسوش ان عجبكم الفيديو تعملوا لايك وشير وسبسكرايب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.